السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ان شاء الله عايز اشتغل معاكم في الفيديو ده بلوفر اولادي سن 10 سنين، يلبس 10 سنين. هستخدم اللون ده والفتلة دي، فتلة باريس. الفتلة دي حلوة اوي، فتلة وسط، فتلة محملة. هو بيقول لي اشتغلي بإبرة 3 ل 4، لكن انا هشتغل القمر بتاع البلوفر بإبرة رقم 4، واشتغل البلوفر كله، جسم البلوفر كله بإبرة 5 أو 5.5 عشان ما يبقاش ناشف كده. انا عايزه البلوفر يبقى مهوي كده وبياخد ويدي معايا. تمام. هنشتغل البلوفر ده من تحت، يعني هنجيب القمر من تحت. خلاص، هنعمل عقدة البداية واشتغل 10 غرز. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 وغرزة ارتفاع كده. اشتغلت 11 غرزة. تمام. هاجي هنا هشتغلها بغرزة نص عمود، هلف قطع الابرة وادخل هنا كده في الغرزة الخلفية دي من ورا كده، واسحب الخيط يبقى معايا 3 لفات، اطلع منهم مرة واحدة وارجع الف القطع الابرة واكرر تاني، واجي هنا في الغرزة الخلفية دي. عندنا هنا الباك لوب والفرونت لوب. تمام. والباك لوب هدخل هنا في الباك لوب الغرزة الخلفية دي، مش هدخل هنا في الغرزة نفسها من قدام كده، لا انا ادخل هنا من ورا الغرزة الخلفية دي في الباك لوب. ادخل كده بالراحة، يبقى معايا 3 لفات على الابرة، اطلع منهم مرة واحدة وارجع الف قطع الابرة واكرر تاني. اشتغلوا مع بعض كده خطوة خطوة عشان اللي عايزة تنفذ ورايا بكل سهولة. اهو كده 3 لفات اهو، اطلع منهم وارجع تاني ادخل في الغرزة دي واسحب. هناخد دوران الوسط بتاع الطفل على حسب الطفل اللي عندك، تاخد المقاس بتاعه بالمزورة. انا البلوفر ده الوسط بتاعه 70 سنتي، الدوران 70 سنتي، يعني هيبقى 35 و35. يبقى انا هفضل اشتغل وارتفع في الغرز دي لغايه ما اوصل لغايه 70 سنتي. لو طفل عندك جسمه مليان شويه زودي، اقل شويه قللي، على حسب الطفل اللي عندك. خلاص، هدخل هنا كده في اخر غرزه اهي. خلاص، ده العرض بتاع القمر بتاع البلوفر. هرجع ارتفع 1 2، ارتفاع غرزة نص عمود، غرزتين 2، والف الخيط على الابرة واجي هنا. شايفين كده؟ شايفين شكل الغرز من فوق عاملة ازاي؟ هدخل بقى انا في الغرزة الخلفية دي. شايفين دي كده؟ هدخل هنا واسحب غرزة نص عمود زي ما عملنا في السطر الاولاني، والف وارجع تاني اسحب الغرزة اللي بعدها، يبقى السطر كله غرز نص عمود. القمر بتاع البلوفر كله نص عمود. وضحت كده؟ هدخل هنا في اخر غرزة وخلي بالك منها ما تنسيهاش. خلاص كده، شايفين الشكل بتاعها؟ وارتفع بواحد 2 زي ما اتفقنا، وارجع الف القطعة وادخل هنا كده في الغرزة الخلفية دي في اول غرزة، واسحب 3 لفات وارجع الف وارجع ادخل في الغرزة اللي بعدها، وهكذا لغاية ما اخلص طول 70 سنتي. اخر غرزة اهي.
تمام كده، وارتفع بواحد اتنين. ده كده هيبقى شكل القمر بتاع البلوفر. خلص بقى الارتفاع اللي هو 70 سنتي وارجع لكم هنقفل مع بعض ازاي. كده خلاص حبايبي، انا كده عملت القمر بتاع البلوفر اهو. شايفين درجات اللون، بتلاقيه فاتح غامق، شايفين شكله. خلاص هجيب هنا كده اقفلهم على بعض، شايفين هظبطه كده. خلاص، واسحب الخيط من هنا، اسحب الغرزة من هنا كده. تمام، وارجع ادخل هنا كده تاني. وادخل هنا، شايفين الغرزة دي في المقابلة ليها، واسحب واقفل بغرزة حشو. شايفين الغرز، هاخد الغرزة دي والغرزة دي اللي قصادها، شايفين اهي، واشتغل غرزة حشو اللي بعدها كده. انا بشبك عشان القمر ما يبقاش باين ان هو موصول. كل غرزة والغرزة المقابلة ليها. اخر غرزة اهي مع الغرزة الاخيرة. خلاص كده خلاص البلوفر اتقفل اهو. شايفين دي التقفيلة زيها زي اي غرزة جنبها، مش هيبقى باين منها ان دي البداية ولا النهاية. خلاص ادخل كده. خلاص كده احنا قفلنا القمر. خلاص هبتدي بقى استخدم ابرة هنا رقم 5 واشتغل هنا في كل. خلاص كده يا حبايبي انا خلصت القمر. انا كده اخدت المقاس المظبوط اللي انا عايزاه على مقاس وسط الولد اللي انا هعمله البلوفر. تمام، هاجي هنا هرتفع بقى ب3 سلسلة اللي هي اول عمود، ونشتغل بقى الغرزة الرئيسية بتاعتنا. خلاص دي غرز الارتفاع. هدخل هنا اشتغل ادي 1 2 3 تمام. هاجي هنا هلف الخيط على الابره واجي هنا عند غرز الارتفاع دي وادخل هنا كده واشتغل غرزه بالعرض فوق ال3 اعمده. تمام، هاجي هنا هسيب هنا غرزه وادخل في اللي بعدها كده واشتغل 3 عمود لفه ورا بعض. 1 2 3 كده 3 اعمده اهو. هاجي هنا في الغرزه اللي احنا سيبناها دي هدخل واسحب الخيط واشتغل عمود بلف. المفروض انا كنت بروزت القمر ده، لكن انا مش عايزه بروزه عشان ما يبقاش قافش معايا وناشف. انا خليته كده اشتغل على غرز الارتفاع اللي احنا اشتغلنا عليها في القمر. تمام، هاجي هنا هسيب هنا المسافه كده. طبعا لما بنطلع فوق الغرز خلاص هنا كده اتحددت، بنكرر وبنسيب غرز عاديه بتبقى باينه عادي. هسيب هنا كده وادخل هنا اشتغل 3 عمود بلف. 1 2 3 3 اعمده. هاجي هنا في المكان الفاضي ده وادخل واسحب العمود التاني اهو اللي هو رقم 4 واطلع واشتغل عمود بلف.
اكرر تاني، هسيب انا الغرزة الفاضية دي وادخل في اللي بعدها واشتغل 3 عمود بلفة ورا بعض كده. انا بكرر 2 3 واجي في الغرزة الاولانية دي، اول واحدة اهي اللي انا سبتها، هدخل فيها واسحب الخيط واشتغل عمود بلفة وافضل اشتغل كده. هسيب ده وادخل في اللي بعدها 1 2 3 وادخل في اول غرزة هنا واسحب معايا 3 لفات اهم. هطلع من 2 وبعدين اطلع من الغرزة الاخيرة عمود بلفة عادي خالص. تاني هنسيب الغرزة وندخل في اللي بعدها 1 2 3 والف الخيط على الابرة واجي هنا في الغرزة اللي انا سبتها دي اهو كده. الغرزة بقت واضحة. دي شكل الغرزة بتاعة البلوفر. هي مش هتبان ولا توضح دلوقتي غير لما اخلص السطر الاولاني، وبعد كده هطلع بالسطور اللي بعدها. هخلص بس السطر الاولاني ده وارجع عشان اقول لكم هنكمل بقية الغرز ازاي. خلاص كده انا ارتفعت بعدد 5 سطور. حبيت اوريكم الغرزة بعد ما ارتفعت بعدد 5 سطور. ده شكل الغرزة بتاعة البلوفر، شايفين ده شكلها. طبعا الغرزة دي تكرار، هنكرر الغرزة دي على طول. احنا مش هنعمل حاجة جديدة، غرزة سهلة وبسيطة خالص من تكرار العدد رقم 4. شايفين شكلها؟ نشتغلها مع بعض تاني. برضو هنسيب غرزة من تحت وندخل نشتغل 3 أعمدة بلفة على التوالي 3 ورا بعض. كل غرزة نعمل فيها عمود. شايفين دول 3 غرز او 3 أعمدة. بعد كده هلف الخيط على الإبرة وادخل في الغرزة الأولانية وادخل فيها واسحب الخيط، يبقى معايا 3 لفات. اطلع من 2 وبعدين اطلع من 2. دي شكل الغرزة بتاعت البلوفر. طبعا احنا اشتغلنا البلوفر ده من القمر من تحت لفوق. هنبتدي بقى نخلص الطول بتاعه، وبعد كده هنيجي عند الحردات هقولكم هنحرد ازاي. هرتفع بالطول وبعد كده هرجع اكمل معاكم. كده خلاص يا حبايبي انا خلصت الطول بتاع البلوفر من اول القمر لغاية تحت الباط. هنبتدي نشتغل الجزء بقى اللي فوق. هنعمله ازاي؟ هنشتغل الوش لوحده، هنطلع كده والظهر لوحده، يعني هنطلع بكل ناحية لوحدها، وبعد كده نحطهم على بعض ونقفلهم من الكتاف، وهنعمل الحردة بتاعة الرقبة. تمام؟ طب هنشتغل ازاي؟ هاجي هنا، شايفين ده الطرف وده الطرف التاني. انا هعمل ايه؟ هاجي هنا كده وهشتغل. خلاص خلص السطر ده لنهايته، وافضل راحة جاية راحة جاية لغاية ما اطلع من الجزء اللي قدام اللي هو الصدر. وبعد ما ارتفع بالطول وخلص هنعمل الحردة بتاعت الرقبة مع بعض. هنقوم شغالين الظهر كمان، وبعد كده نحط الجنبين على بعض. تمام؟ وادي كده خلاص اهو. هدخل هنا كده هنا واسحب الخيط. انا كده فصلت الخيط لان خلاص خلصت العدد السطور. وهرتفع 1 2 2 واشتغل نفس الغرزة برضو زي ما اشتغلناها مع بعض في الاول. هنسيب غرزة من تحت وهنشتغل في الغرزة رقم 2 كده، وناخد الغرزة اللي بعدها والغرزة اللي بعدها. دول 3 أعمدة، واجي في الغرزة اللي هنا سبتها في الاول ادخل فيها كده واسحب الخيط واريح كده الخيط واسحب بالراحة واطلع هنا من اول عمودين وبعدين من اخر عمودين، وارجع تاني اسيب اول غرزة هنا وادخل في التانية واكرر 3 أعمدة بلفة متتالية ورا بعضها كده.
واجيب الغرزة الرابعة من هنا واشد الخيط كده واريح الغرزة واخرج منه. ده شكل الغرزة، نفس الغرز اللي انا شغاله بيها هفضل اشتغل زي ما قلت لكم لغايه ما اوصل لنهايه السطر. خلاص هخلص كده، وبعد ما اخلص السطر ده هرتفع ب2 سلسله واقلب القطعه والفها واشتغل نفس الغرزه لغايه ما اطلع بالطول بتاع الصدر زي ما قلت لكم. وساعه ما اوصل لحردة الرقبه اقول لكم هنعمل ايه. هنا انا اشتغلت 3 سطور، شايفين 3 اهم. هفضل بقى ارتفع كده زي ما قلت لكم اهو، خلاص لغايه ما اوصل للطول اللي انا عايزاه. وبعد كده ابدا في الناحيه التانية. طبعا كل ما اخلص دور هشتغل هنا في اخر سطر، في اخر غرزه دي اللي هي غرزه الارتفاع، هشتغل فيها عمود كامل. يعني اخد كده اول غرزه واتنين وتلاته عشان يبقى العمود بتاع الارتفاع ده طويل كده ومناسب، وفي نفس الوقت تبقى هنا ايه الطروف بتاعتها والجوانب دي تبقى متساويه. وارجع ارتفع 1 2 خلاص، وارجع اكمل شغل تاني خالص عادي خالص. هسيب اول غرزه وادخل في التانية، الغرزه التانية، الغرزه التالتة، وارجع الف واجيب الغرزه الاولانيه اللي هي دي واكمل. شد بقى كده الغرزه واريحها واطلع كده بالراحه واسحب، ده شكلها، واسيب غرزه وادخل في التانية، تلاتة اهم، تلاتة، خلاص. حبيت بس اوريكم الشكل قبل ما ارتفع واخلص. شايفين اهو. طبعا انت بتقلبي الشغل مره كده ومره كده، فتلاقي اتجاه الغرزه المقلوبه دي مختلفه، مره تلاقيها شمال ومره تلاقيها يمين، بس هي مش هتبقى باينه ولا حاجه. هكمل بقى ارتفع الناحيه اللي قدام والناحيه اللي ورا وهرجع اكمل معاكم. شوفوا حبايبي، انا هنا وصلت خلاص كده انا خلصت الفتحات بتاعه الكمام او الحردات زي ما قلت لكم. خلاص هنعمل هنا الفتحه بتاعه البط بتاعتي دي 17 سنتي. تمام. دلوقتي المفروض الخطوه اللي جايه اللي احنا هنحدد فتحه الراس. دلوقتي انت عندك الطول الكلي اهو، هتقسمي ازاي وهتعملي اللي تطلعي الكتاف منين ازاي. هتقسمي العدد الكبير، العدد ده على 3، يعني هتشوفي قيسي العدد ده، شوفي الطول ده كام وقسميه على 3. تمام. طيب لو انت مش عايزه تشتغلي بالمزوره عدي الفستونات بتاعتك، شوفي كام فستونه وقسمي على 3. فانا هنا قسمتهم، هم هنا طلعوا 24 فستونه. عملت كل 8 فستونات حطيت قدامهم ماركر اهو، هنا 8 وهنا 8 وهنا 8. عاوزه تقيسي بالمزوره وتقسمي على 3 مفيش مشكله، عايزه تعملي زي ما انا عملت كده وقسمت بالفستونه كده مفيش مشكله. طيب هنعمل بقى الفتحه بتاعت الرقبه بتاعتنا ازاي. المفروض ان عمق الرقبه هنا من قدام بيبقى اعمق شويه، بيبقى اكبر شويه، عشان طبعا التنفس والرقبه ما تبقاش مخنوقه ومقفوله قوي. تمام. والظهر الفتحه بتاعت الظهر بتبقى اقل شويه. يعني انا هنا هعمل الرقبه دي الفتحه بتاعتها وليكن هيبقى ارتفاعها 5 سطور. يعني ايه 5 سطور؟ هطلع بالجنب ده كده راح جاي كده 5 سطور، والناحيه التانية زيها 5 سطور، وهشتغل هنا 3. هنعمل مع بعض، هقول لكم هنشتغلها ازاي مع بعض. خلاص اتفقنا. احنا كده هنشتغل كل جزء لوحده. هاجي هنا في الطرف نفس الغرزه بتاعتنا اللي احنا شغالين فيها من اول بلوفر. خلاص هسيب هنا برضو اول غرزه واشتغل في اللي بعدها. 1 2 3 وارجع اجيب الغرزه الاولانيه دي نفس الغرزه اللي احنا اشتغلنا عليها من اول البلوفر. تمام. واسيب الغرزه دي وادخل في اللي بعدها.
3 اعمدة. كده انا وصلت اخر غرزة الماركر هنا، اخر فستونة معانا اهي. خلاص هدخل هنا كده واشتغل غرزة، دي تقفيلة السطر، وارجع الف واشتغل بنفس الطريقة. شايفين كده انا حددت الكتف الاولاني اهو، هرتفع بواحد 2 واسيب الغرزة دي واشتغل اللي بعدها. وارجع اخد الاولانية تاني، هكمل كده. ده الكتف الاولاني، هفضل رايحة جاية هنا حوالي 5 سطور، 1 2 3 4 5. تبقى الفتحة بتاعة الرقبة من قدام تبقى واسعة، ما تبقاش قافلة، الحوض بتاعها ما يبقاش مقفول على الرقبة. خلاص. وبعد ما اخلص هنا ال5 سطور دول هرجع اشتغل هنا كمان 5 سطور. يبقى انا كده اشتغلت الرقبة الامامية او الفتحة الامامية بالطريقة دي. هاجي هنا في الناحية التانية اللي هو في الظهر بقى. خلاص. المفروض ان انا يبقى نفس الطول بالظبط، بدل ما اشتغل هنا 5 هشتغل 3 بس. هخلص بس الجنب ده وارجع اقول لكم انا عملت ايه. الكتف الاولاني اهو، شايفين ده العمق بتاع فتحة الرقبة الامامية، شايفين اهو. كده انا قطعت الخيط خلاص وخلصت. اشتغل الجنب التاني، هطلع بيه زي ما قلت لكم 5 سطور، تمام. واجي هنا في الظهر اشتغل 3 سطور، هرتفع بسطرين 2 عاديين خالص. وبعد كده هشتغل احدد الرقبه برضو واشتغل 3 سطور. هخلص الجنب التاني ده وارجع لكم تاني. هتيجي هنا في غرز الارتفاع دي، تدخل الابره وتسحب الخيط اهو، وترتفعي بواحد 2، تاخدي الخيط كده تحت الابره وتسيبي الغرزه الاولانيه وتاخدي الغرزه التانيه. انا بقولك بس على التفاصيل كده عشان تبقي واخده بالك وانتي بتنفذي البلوفر. خلاص كده. وارجع اخد الغرزه الاولانيه تاني اهو اللي احنا سيبناها، هوصل للناحيه دي وارجع ارتفع ب3 سلسله واكمل راحه جايه نفس عدد السطور ده. توصل لنهايه الدور، تشيل الماركر بتاعك اهو كده. خلاص خلصنا عدد 8 فستونات. هاجي هنا في النص كده هدخل واسحب غرزة عمود عشان دي هرتفع بعد كده عليها الارتفاعات بتاعتي، واكمل 1 2 والف القطعة واشتغل 5 سطور كده. خلاص خلصت الحردة بتاعت الرقبة. الخطوة اللي جاية طبعا بعد ما تخلصي خالص هتسيبي طرف من الخيط من الناحية دي عشان نقفل بيه الكتاف، والناحية التانية برضو هتسيبي فيها طرف من الخيط عشان تقفلي. خلاص. ده كده الوش بتاع البلوفر هنقلبه عشان نقفل الكتاف من جوه. الخيط اللي احنا سيبناه هنا الطرف الطويل، هتيجي هنا هتحطي كده جنبين على بعض، الكتفين على بعض، تمام. هتدخلي هنا تسحبي الخيط كده، عملنا غرزة. بعد كده نقفل غرز حشو
كل غرزة الغرزة المقابلة ليه. خلاص كده وصلنا للنهاية. لسه اخر غرزة. اسحب الخيط كده، ده الكتف الاولاني كده اتقفل خلاص. هنضف الخيط بعد كده خلاص. نلف بقى البلوفر ونجيب الناحية التانية. زي ما عملنا في الناحية دي هنعمل في الناحية دي. هندخل هنا كده في الغرزة بتاعت الارتفاع الأولانية، وندخل هنا برضو في الناحية دي كده. بعد كده نعمل كل غرزة الغرزة المقابلة ليها برضو نفس ما عملنا في الناحية التانية. ناخد الخيط تحت الإبرة كده، كده خلاص. انا قفلت الكتاب بغرزة الحشو، شايفين التقفيل بتاعه اهو. الناحية التانية خلاص. الخطوة اللي جاية بتخلصي الرقبة، تعملي البليسيه بتاع الرقبة، يا اما تشتغلي في الكمام. عايزه اكلمكم على الكمام واقول لكم هنعمل فيها ايه. انت عندك حلين اتنين في الكمام، انا بخيرك واعملي الاسهل لك. يا اما تمسكي الكم من هنا من عند الباط وتشتغلي عليه وانت نازله كده حلزوني، على اساس انك تعمليه
في تناقص، يطلع كم معاكي بسلبة كده وجميل، وفي الاخر تعملي الاساور بغرزة البليسيه. دي طريقة. الطريقة التانية بتبدأي الكم، بتعملي الاسورة بتاعته وتطلعي بالكم بتاعك من ضيق على اوسع، وتقفلي الكم من الجنب، وبعدين بتوصليه هنا. في الحالة دي بيبقى الكم باين عليه موصول هنا من عند الكتف. فطبعا الطريقتين كويسين. شوف انتي اسهل حاجة ليكي ايه، يا تقفلي الكم من هنا، طبعا تقفليه من هنا مش هيبقى فيه اي وصلات، هتلاقي الكم زيه زي الجوانب دي بالظبط، مش باين فيه اي وصلات من ناحيتين. تمام. انا هشتغل البليسيه بتاع الرقبه، هشتغله بابره مقاس 3.5. انا شغاله هنا بابره مقاس 4، ممكن تشتغلي بمقاس 3، لكن لو اشتغلت ب3 البليسيه هيبقى ضيق شويه. طبعا دي الرقبه والخناق بتاع النفس، فمش عايزينه يبقى ماسك كده على رقبه الولد، عايزينه برضو بياخد ودي معانا. تمام. طيب هنشتغل هنا مع بعض البليسيه. الغرزه معانا اهي. طبعا البليسيه عشان نشتغله لازم بتعملي اساس سطر، بتعملي الاول سطر عمود بلفه، وبعد كده بتطلعي عليه غرزة امامي وخلفي. لازم بتأسسي تحت البليسيه تعملي سطر عمود بلفه. خلاص. هنيجي هنا عندنا الرقبة اهي، وده الخيط اللي كنا مقفلين بيه الكتف. تمام. هنطلعه هنا كده من هنا. خلاص. شايفين الرقبة؟ ده الفرق اللي كنت بقولكوا عليه اهو. لازم الفتحة اللي قدام او الدوران اللي قدام بتاع فتحة الرقبة العمق بتاعها يبقى اطول شوية من الظهر. هو ده اللي انا قصدت اقوله لكم. هنجيب بقى الغرزة من ورا كده عشان نعرف نشتغل. نسحب ونرتفع ب1 2. شايفين بقى كل الغرز دي كده هلف عليها بغرزة عمود بلف عشان نعمل عليها البليسيه. تدخلي بقى هنا كده في كل الغرز اللي قبل كده بالترتيب غرز عمود بلف. البلوفر ده خامته حلوه قوي، بيتدفي، يعني الواد اللي هيلبسه مش هيلبس تحتيه حاجات كتيره، طقم الدفايه وخلاص. ما شاء الله يدفيه يبقى حلو قوي. غرز عمود بلف اهي. طيب عشان ما اطولش عليكم بس الفيديو، هخلص السطر كله واوصل لغايه هنا كده عمود بلفه، وبعدين اقول لكم هنعمل ايه. كده خلاص خلصت السطر اللي هو عمود بلفه اهو. هقفل هنا كده ومنزلقه. خلاص كده انا عملت اسست بغرزة عمود بلفه. بعد كده هطلع عليه بغرزة امامي وخلفي. اجي هنا ارتفع ب1 2. اول عمود هيقابلني هنا هدخل من تحته واشتغل عمود امامي. العمود اللي بعده هجيبه من تحت، هنزل كده العمود الامامي اهو، الابره هتبقى تحت العمود كده، واسحب واشتغل عمود بلفه. العمود اللي بعده هاجي كده من ورا واطلع كده بالابره واسيب العمود تحت والابره فوق، واسحب معايا 3 لفات، اطلع منهم بقى 2 تاني. ده الخلفي اهو، وده الامامي. خلفي اهو، امامي. هشتغل كده امامي وخلفي امامي وخلفي لغايه ما ارتفع بكام سطر.
كده انا خلصت الرقبة، شايفين شكلها. فضلت ارتفع بامامي وخلفي فوق بعضه لغايه ما خلصوا الطول ده. اعتقد يعني كده دول 3 سنتي او 3 سنتي ونص، كده كفايه قوي على الرقبه عشان ما تبقاش عاليه قوي. نقص الخيط ماشي. خلاص ده شكل الرقبه بتاعتنا. طيب كمام بقى نعمل فيها ايه؟ كمام هنشتغل هنا من الجنب من هنا، تمام. هنشتغل نفس الغرزه بالظبط بتاعت البلوفر، نفس الغرزه عشان البلوفر كله يبقى نفس الايه، نفس الغرزه. خلاص هدخل هنا كده واسحب الخيط وارتفع بواحد اتنين. شايفين السطر ده او السطر الاولاني ده اللي هو كان ارتفاعات، هشتغلها غرزة عمود بلفة، وبعد ما اخلص غرزة العمود بلفة هشتغل غرزة رئيسية، او مش عايزة تشتغلي غرزة عمود بلفة تشتغلي غرزة رئيسية على طول. انا بقولك اختيارات عشان انت شوفي الاسهل ليكي تشتغليه. واحد اتنين، الغرزة التانية اهي، تمام. الغرزة التالتة، خلاص هاجي هنا في اول غرزة وادخل هنا واسحب العمود اللي بالميل اهو. طيب العمود اللي بعده واحد، تلات اعمدة برضو، واحد اتنين تلاتة، واجي هنا الفراغ الاولاني ده بدخل واجيب الغرزة اهو. خلاص فانت شوفي الاسهل ليكي، عايزه تشتغلي الغرزه مباشر اشتغليها، عايزه تعملي سطر عمود بلفه الاول عشان تعرفي تظبطي الغرزه بتاعتك برضو مفيش مشكله. الاختيارات دي برضو تفكري فيها كويس وشوفي انت هتشتغلي ازاي. عايزه تطبقي زي ما انا بطبق كده طبقي. انا احب دايما في كل فيديوهاتي اقول الاختيارات علشان اللي ما تعرفش تعمل كده تعمل الناحيه التانية، تعمل الاختيار التاني. شايفين شكل الغرزه اهي. هاجي هنا اشتغل واحد اتنين تلاتة، واجيب الغرزة اللي في الاول ادخل كده واجيبها اخلص السطر الاولاني ده لغايه ما اوصل الناحيه التانية وارجع اكمل معاكم.